اسهل طريقه باش تحضروا المعلكه ديال الكاوكاو وتجيكم بحال هكا مشققه ومعلكه من الداخل ديالها. غتاخذوا 500 غرام ديال الكاوكاو بالقشور ديالو، كنصهدوه فقط في الفران البنات، ما كنحمروهش، نطحنوه حتى كيرجع لينا بحال السميده. كنضيفوا عليه كاس من السكر سنيده، خنيشه ديال الفاني، واحد الخنيشه ديال الكاكاو المر فئه 7 غرام، خماره ديال الحلوى فئه 8 غرام، قبيصه الملح، معلقه كبيره من المربى ديال المشماش. غنجمعوا كلشي بجوج حبات ديال البيض، ممكن تحتاجوا حتى لجوج ونص او 3. مهم عجينه كتكون شويه مرخوفه. نغطيوها بلاستيك غذائي، نديروها في الثلاجه ترتاح مده ساعتين حتى ل3 باش كيسهل علينا نشكلوها، وراه ممكن تبيتوها ليله كامله. كنشكلوها نشكلوا الحلوى ديالنا هكا على شكل كرات. الحجم ديالهم درت فيهم انا 20 غرام، كيجيو هما هذوك. نغبروها في السكر الثقيل يكون سبيسيال البنات. كنفرشوا الورق ديال الطهي في اللاطه، وكنوضعوا الحبات ديالنا نضغطوا عليها بواحد المعلقه صغيره باش كيحدث لينا واحد التشقق في الاول. في هذا الاثناء درت الفران كيسخن على 180 درجه. كندخلوا اللاطه في الرف الوسطاني، كنشعلوا عليها من الفوق ومن التحت حتى كتشقق لينا، عاد كنطفيو عليها من الفوق ونخليو واحد 2 دقائق من التحت ونخرجوها. ما تكثروش ليها الطياب البنات، ما تفوتوش فيها، واحد 7-8 دقائق كتكون واجده. وبالصحه والراحه، وجربوها وردوا عليا في التعاليق.